على شاطئ سيدي إفني تقف بناية شامخة تقاوم الأمواج والرياح والتقلبات المناخية، معلمة تاريخية ساهمت في السابق في ربط المدينة بعالمها الخارجي، وساعدت في رفع التهميش على منطقة سانتا كروز دي مار بكينيا كما يطلق عليها الإسبان. ساهم التلفريك بنسخته الإفناوية في نقل البضائع والمسافرين برا وبحرا، وشكلت بنايته آنذاك بمثابة ميناء تجاري بعد أن استعصى على الإسبان بنائه على أرض تعرف ظاهرة الترمل. وهي هذه المعلمة هذه تبنات في الخمسينيات، ادات واحد الدور كبير في النهار اللي كانت اسبانيا هنا في إفني، وخدمت حتى السبعينات، ومن بعد السبعينات توقفت بصفة نهائية. ذهب الماضي بكل أمجاده، وعلى أنقاض حضارته نطل على ميناء صعب على الدولة المغربية إلى حدود الآن إيجاد حل لظاهرة الترمل، فتم إنشاء المزيد من التصاميم والدراسات دون أن تقدم إلى الآن لساكنة سيدي إفني ميناء يستجيب لتطلعاتها. فطالت هذه المعلمة التاريخية والسياحية الكثير من التهميش والنسيان، وتعرضت أجزاء منها للسرقة والنهب، وتبقى لنا عربات أنهكها الزمان والمناخ، وصفائح حديدية ما زالت تحتفظ على لونها الأصفر صامدة أمام الصدأ والرطوبة، كأنها تأبى للانقراض قبل أن تقول هكذا فعل بالمتنومون على تسيير الشأن العام. لا، هذا الحديد راه تم البيع ديالو في المزاد العلني، ومن حسن الصدف كانت دارت دارت جمعيه ديال الذاكره وحقوق الحفاظ على التراث وتصدت جمعيه الذاكره وحقوق، فتحيه لهم. في انتظار من يلتقط رسالة الإفناويين وآمال إصلاح معلمتهم، تبقى هذه المآثر عرضة للنهب والسرقة الموصوفة، مآثر تاريخية شاهدة على بطولة الأجداد وكفاح الأبطال. لو استثمر لساعدت على الأقل من انتشال شبابها بين مطرقة البطالة وسندال الهجرة. ليردد الإفناويون مقولة ماذا قدمت الدولة المغربية لسيدي إفني.